فورتنايت، اللعبة اللي غيرت شكل الجيمنج واللي كل العالم كان بيحكي عنها، لكن اليوم الناس بتسأل هل فعلا فورتنايت انتهت؟ ووين راحت الشعبية اللي كانت مجنونة قبل كم سنة؟ في هذا الفيديو رح نحكي عن الأسباب اللي خلت فورتنايت تنزل بهالشكل، ورح نحكي كمان عن الألعاب اللي نافستها وكيف اليوتيوبر نفسهم كان لهم دور بانهيارها. فجهز حالك واضغط لايك وخلينا نبدأ. فورتنايت نزلت سنة 2017 وبوقتها كانت ألعاب الباتل رويال لسه جديدة، وببجي كانت اللي مسيطرة على الساحة، بس فورتنايت اجت باسلوب مختلف تماما، جرافيكس كرتوني والوان قوية وحركات خرافية، والاهم مجانية بالكامل. فوق هيك كان في ميزة غريبة جدا ما حدا متخيلها، البناء. تخيل تلعب باتل رويال وتقدر تبني جدار او برج بلمح البصر لتصد الرصاص. هاي الحركة خلت اللعبة فريدة تماما. بس ليش فعليا فورتنايت نجحت؟ فورتنايت ما نجحت صدفة، بالعكس في اشياء كثيرة ساعدتها تصعد بسرعة مجنونة. اول اشي التحديثات الأسبوعية، كل أسبوع إشي جديد سواء سلاح أو مكان أو حدث. ثاني إشي التعاونات الضخمة مع مارفل وديد بول وناروتو وحتى دراغون بول. ثالث إشي الأحداث الحية اللي كانت تخليك تحس إنك داخل فيلم، مثل الحدث تبع نهاية العالم أو حفلة ترافيس سكوت اللي حضرها ملايين. وخلينا ما ننسى اليوتيوبر مثل نينجا وتيفو وبوغا، هذول كانوا سبب رئيسي بشهرة اللعبة، بثوثهم كانت تجيب ملايين المشاهدات يوميا، والكل صار بده يكون مثلهم. وهون كانت قمة النجاح للعبة. لكن مثل ما بيحكوا أي إشي بيطلع بسرعة ممكن يوقع بسرعة. بعد فترة بدأت الناس تلاحظ أن اللعبة صارت تتكرر بنفس الأفكار ونفس الأحداث، حتى نظام البناء صار معقد وصعب على اللاعبين الجدد، وهون بدأت مرحلة التراجع البطيء. الأسباب اللي دمرت فورتنايت: أولا الملل وتكرار المحتوى. بالبداية كل تحديث كان حماسي، بس بعد السيزونات الكثيرة صار كل إشي متوقع، وفورتنايت ما قدرت تحافظ على عنصر المفاجأة. ثانيا دخول ألعاب منافسة قوية. لما نزلت ألعاب مثل وارزون وكول اوف ديوتي وإبكس ليجند جابت معها جرافيكس واقعي وأسلوب لعب سريع وممتع، فصاروا اللاعبين يتركوا فورتنايت ويروحوا يجربوا ألعاب أكثر جدية. ثالثا الكولابات الزايدة. بالبداية كانت ممتعة، بس صار بعدين الوضع عشوائي، فجأة تلاقي سبايدر مان بقاتل ناروتو وبجانبه باتمان، فاللعبة فقدت هويتها وصارت أقرب لمعرض شخصيات. رابعا واللي هو أهم سبب معانا بالفيديو، اليوتيوبر نفسهم. اليوتيوبر اللي كانوا سبب لنجاح اللعبة هم نفسهم صاروا سبب تراجعها لما تركوا اللعبة أو صاروا ينتقدوها، فجمهورهم كلهم راح معاهم. فبدون هذول اليوتيوبر فورتنايت فقدت الترند والضجة اللي كانت عليها، خصوصا انه اليوتيوبر صار ينوعوا بالفيديوهات ويلعبوا العاب ثانيه. خامسا المجتمع تغير. زمان كانت اللعبه للضحك والتسليه، بس اليوم للاسف لو تدخل هسه جيم راح تلاقي كل اللي بالجيم معرقين، فصاروا الجدد يهربوا من اللعبه لانهم ما بيلحقوا يستمتعوا. فورتنايت ما ماتت رسميا، لكنها فقدت الروح اللي كانت تميزها. من لعبه جمعت العالم لشيء الناس تتذكره كمرحله من حياتهم، بس مين بيعرف يمكن ترجع يوم من الايام بقوه وتفاجئنا كلنا. احكوا لنا بالتعليقات انتم برايكم فورتنايت انتهت ولا لسه لها فرصه ترجع للقمه. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، وبشوفكم بالفيديو الجاي.